يعني نجوم الالعاب كلها وعارف قد ايه المجهود اللي بيبذل. كلام حضرتك ده يعني يعتبر اكبر تقدير ليهم. بس انا برضو مصر ان اخد من حضرتك يعني دايما يعني ليا شخصيا طبعا وجودي مع حضرتك دايما بيبقى باخد اخبار كده مميزه او حصر ليا. باشمهندس احنا طبعا عرفنا النهارده تم يعني بيع طبعا حقوق الدوري، وكنا بنستفسر من حضرتك يعني هل هنستطيع ان شاء الله او جمهور النادي الاهلي يستطيع انه يرى مباريات النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي ولا لا؟ ربنا يسهل. احنا طبعا يعني بنسعى جاهدا كابتن هيثم ان احنا يبقى هو خلي بالك ما فيش نادي بيذيع قناته بتذيع مبارياته على الهواء، لان ده طبعا بيؤثر على ايرادات النادي وايرادات الاتحاد فعاده بيتم الاتفاق على يا اما يبقى في مباريات بتذاع ديلي او نختار عدد من المباريات. كل ده جاري بحثه دلوقتي وجاري الدراسه فيه ان احنا نقدر نوفر لقناه النادي الاهلي ان شاء الله احسن فرصه ان هي تبقى عندها السبق في اذاعه مباريات النادي الاهلي. بنتمنى انه الموسم اللي جاي يبقى في حضور جماهير. هتبدا البطوله العربيه قريب وبطوله افريقيا شغاله ان شاء الله لو ربنا كتب لنا الفوز يوم السبت اللي جاي باذن الله هنبقى داخلين على دور الثمانيه. يعني اعتقد انه فرصه هتبقى كويسه قوي لعوده الجماهير ولبحث موضوع بث مباريات. واحنا بنتفاوض دلوقتي على بث بغض النظر عن الاتحاد والرعايه، انما احنا بنتفاوض دلوقتي على حقوق البث بتاعت النادي الاهلي طبعا. ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه يا رب. واحنا كلنا ثقه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وحضرتك طبعا على راس مجلس الاداره اكيد بتدور على الافضل يعني للنادي الاهلي، وطبعا قناه النادي الاهلي جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، واحنا واثقين طبعا ان حضرتك اكيد بتدور على الاحسن. والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي شكرا. احنا بنعتبر الحقيقه انه وظهور القناه بهذا الشكل يا كابتن هيثم هذا احد انجازات مجلس الاداره طبعا. فالحمد لله القناه رجعت تاني لرونقها، القناه رجعت تاني لبيتها. المجموعه الجميله اللي قاعده معاك دلوقتي، الابطال اللي قاعدين معاك ما كناش بنشوف الكلام ده لحد 6 اشهر فاتوا. ما كناش بنشوف قناه النادي الاهلي بتغطي الالعاب بهذه الطريقه. صحيح. الحمد لله. والمجهود اللي بيبذل من الناس في القناه برضه ومجهودك ومجهود كل من يعمل بالقناه برضه بيدل على الروح اللي احنا بتساعدنا كمجلس اداره ان احنا نشتغل ونحقق فيها انجازات بوجودكم انتوا وبوجود الناس. اكيد يا باشمهندس، وان شاء الله نكون كقناه النادي الاهلي عند حسن ظن حضرتك وحسن ظن الجماهير العريضه اللي طبعا بتشجع وبتحب النادي الاهلي. طبعا المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي شكرا جزيلا لحضرتك، ودايما يا رب يعني تخش مداخلات معانا في بطولات اكتر واكثر، وان شاء الله السنه اللي جايه باذن الله مع بدايه الموسم حضرتك تكون معانا اكتر واكتر، ونعرف دعم النادي الاهلي اللي حضرتك بتديه بصفه مستمره خاصه لالعاب الصالات وملوك الصالات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس محمود طاهر، ويا رب ان شاء الله يعين مجلس الاداره ويعين كل من يساعد النادي الاهلي ان هو يرفع اسمه لفوق، يعينه ويوفقه، لان طبعا النادي الاهلي هو الاكثر جماهيريه والاكثر شعبيه في المنطقه. يعني كل الشكر والتقدير لحضرتك يا باشمهندس محمود. الحقيقه طبعا انا في نهايه طبعا حلقتي، بس طبعا انا كنت مش هطلع اختم الحلقه قبل طبعا ما اسمع من عمر كلمه يوجهها للاعبين ويوجه طبعا لزمايله اللاعبين والجهاز الفني كلمه والجمهور النادي الاهلي، وبعد كده نطلع نقطع التورته.